اليوم وصفتنا من فلسطين، ويعني إن شاء الله هيك أكون قدمتها بشكل حلو وأخوتنا الفلسطينية يتقبلوها مني. رولات المسخن جهزتها، خبزت منها شوي وفرست منها قسم لرمضان. اليوم رح نحكي عن الطريقة، عن التفريز وعن طريقة الشوي قبل التفريز أو إذا حبيتوا تفرزوهم. طبعا مع الأسف إنه في أمور نحن هون ما بنقدر نطبقها بشكل أصلي 100%، بسبب الغربة وبسبب نحن ما عندنا كل المكونات الأصلية. فيعني بدنا نعمل بالموجود بين إيدينا لحتى ما ننحرم من الأكلة، بس كتير طلعت طعمتها طيبة. صح ما انعملت بالخبز الأصلي، بس مع هيك كتير كتير كانت الطعمة طيبة. عملت جنبها هذا صوص وطحينة، شفت أغلب الفلسطينيين عم يعملوه، قلت بجربه أنا كمان. تعالوا نشوف سوا الطريقة. على النار بدنا كمية منيحة من زيت الزيتون. أنا صراحة حطيت ربع كاسة لهذا العيار، بس هو يعني إذا بدكم إياها أصلية بتحطوا نص كاسة من زيت الزيتون. بدنا بصل، حطيت 4 بصلات. بتقدروا تفرمون جوانح وبتقدروا تفرمون هيك بشكل ناعم، أنا بفضل الناعم. قطعتهم بشكل ناعم بهي الطريقة، أو عملوهم جوانح حسب انتو شلون بتحبوا. بدكم تنطروا البصل ليدبل تماما، ومنكون سالقين دجاج ومشللينه هيك لشلل ناعمة ناعمة، خيوط ناعمة. أنا حطيت لهي الكمية كيلو من الدجاج، صدر دجاج سلقته. هن الكيلو طلعوا أنا معي صدر ونص، بس انتم شو على العيار الكيلو. وشللته بهي الطريقة مسلوق جاهز مستوي. بتحطوه فوق البصل والزيت، وهون بنجي للسماق. طبعا بتقلبوه تقليبتين. السماق إذا أصلي، وهو طبعا صار شي نادر الوجود السماق الأصلي، فمعلقتين كبار من السماق بكفوا. المشكلة نحن عنا هون السماق يعني لا هو طعمه ولا عم يصبغ حتى، فأنا حطيت 4 معالق كبيرة سماق وما حمضت، تخيلوا. فاضطريت اني احط رشة صغيرة من ملح الليمون او عصير الليمون. الاصلية ما فيها ملح ليمون وما فيها دبس رمان، في عالم كمان بحمضوه بدبس الرمان، بس لاني السماء صاير تجاري وما عم يحمض فنحن عم نضطر نحط اضافات. فانتوا السماء عندكم اذا بتعرفوه بحمض لا تكتروا من الاول، حطوا ودوقوا لتشوفوا الحموضه، لازم الحموضه تكون ظاهره. اذا لا ما عم بحمض مثل حكايتنا فبدكم تضيفوا اما عصير ليمون او ملح ليمون، وفي عالم كمان بحطوا له دبس رمان. هدول اختيارات، بس الطريقه الاصليه هي فقط سماء وملح. شوفوا حتى اللون ما كتير، يعني هو المفروض اللون يكون احمر، حتى لون الحمد لله ما لون. هلا بنجي للخبز. السماء عفوا المسخن بنعمل بخبز الطابون، بخبز الصاج. بهدول يعني طبعا هون هذا الشيء مو متوفر، فنحن عم نعمله بالتورتيلا. اكيد الاصلي مو بالتورتيلا، بس هذا الموجود وفعلا طعمته كتير عم تطلع طيبه. فبيجي بحط خبز التورتيلا هيك فوق بعضهم. هذا الخبز يلي انا عندي اياه حجمه 30 سنتي، في احجام اصغر وفي احجام اكبر، عادي ما بيأثر. المهم انه انتو القرص تبع التورتيلا بدكم تقطعوه لأربع أرباع، وكل ربع بيعمل وحدة. هيك ما بتكون كمية الخبز كتير كبيرة. أنا من زمان كنت جيب التورتيلا اللي بكون حجمه صغير، يعني بكون الدائرة تقريبا شي 15 سنتي، وكنت لف كل دائرة بقطعة رول كاملة. بس صراحة وانتوا عم تاكلوه بتحسوا الخبز طاغي، يعني قد ما كترتوا حشوة بتحسوا الخبز كتير. هلأ بهي الطريقة هيك بيكون طعمة الدجاج ظاهرة أكتر، والخبز كتير كميته منطقية ومنيحة، فهيك كتير كتير أطيب وكتير أنجح. فبس بتحطوا الدجاج الحشوة وبتلفوها بهي الطريقة. وهون بنجي على الخبز. الخبز الصينية إما بتدهنوها زيت أو بتحطوا لها ورقة زبدة إذا حابين شوي تخففوا من الدسم. يعني أنا حطيت ورقة زبدة وصفيتهم بالصينية. وقت اللي بدنا نشويهم بندهنهم بزيت الزيتون ونشويهم. هلا وقت اللي بدكم تفرزوهم، التفريز بعد ما هيك انتو شكلتوهم كلهم، بتجيبوا صينية بتحطوا عليها ورق نايلون وبتصفوا رولات المسخن، وبترجعوا بتغلفوها بالنايلون وبتحطوها بالفريزر. فيكن تتركوها هيك بهذا الوضع او لتوفير المساحة. بس جمدوا تماما قطع المسخن صاروا هيك مثل الحجر، بتطلعوا الصينية وبتفضوهم كلهم بكيس فريزر، كيس تفريز، وما بيلزقوا ببعض ابدا، وبتفرزوهم. ووقت الخبز بتطلعوهم من الفريزر، بتصفوهم هيك بالصينية مثل ما هدول مصفوفين، بتدهنوهم بزيت الزيتون، كمية وفيرة من زيت الزيتون لندهنهم، وبنشويهم بالفرن حرارة 200. بنحطه على الرف الأوسط من فوق وتحت سوا لحتى تشوفوا الخبز أخذ لون، يعني ما في وقت. فأنتي إذا كنتي مطلعتيهم من الفريزر مباشرة على الفرن فإجباري بدهم وقت أطول من إنه أنتي هلأ عملتيهم وخبزتيهم، لأني بده وقت ليحل التلج عنهم.
على فكرة أنا حتى جربت مرة إني طلعهم من الفريزر واتركهم ليحل عنهم التلج وبعدها أخبزهم لحتى وفر شوي من وقت الفرن، ما أخذوا وقت كتير بالفرن، والخبز ما تشتش ولا فلش ولا صار فيه شي. فهون بقى بيجي عندكم حرية الاختيار، بتحبوا تطلعوهم من التفريز تتركوهم ليحل عنهم التلج بعدها تخبزوهم؟ لا، بتحبوا مباشرة من التفريز على الفرن؟ الاثنين بيمشوا، الاثنين تمام، وطعمته ما بتتغير، والفروج ما بيزنخ على كفالتي اللي أكثر من 4 سنين بفرز مسخن. طبعا قبل الشوي بعد ما بتدهنوهم بالزيت بترشوا عليهم هيك هي الرشة الصغيرة من السماق كمان تعطيهم طعمة طيبة ونكهة طيبة. هلا صوص الطحينة أنا صراحة عم شوفه عند أخوتنا الفلسطينية فحبيت جربه، ما لنا بالعادة نحن نعمله بس كتير طلع طيب جنبه. هلا عندي هون تقريبا أنا صحن صغير لبن، صحن صغير لبن زبادي، يعني فيكم تقولوا عيار نص كاسة أو 3/4 كاسة، وحطيت عليها معلقتين كبار من الطحينة وعصير نص ليمونة وملح فقط. فيكم طبعا بدل عصير الليمون تحطوا ملح ليمون، هذا شيء اختياري. هلا هون انا بصراحه احترت وانا عم اعمله، يا ترى احط له ثوم للصوص الطحينه يعني مثل البدوه اللي نحن بنعملها للفته، يعني هيك خطرت لي، ما بعرف انه حسيت نفس المكونات انه يا ترى احط لها ثوم، ما حطيت لها ثوم، ما بعرف انتم شو رايكم؟ يا ترى بثوم اطيب؟ كيف مجربينها انتم؟ وخففتها بشويه مي، ماشي. القوام بده يكون خفيف، ما بده يكون كتير تقيل. فأنا ما حطيت توم وطلعت كتير ظريفة، بس مثل ما قلت لكم يعني أنا احترت، يعني إنه يا ترى بتوم أطيب ما بتوم أطيب. مرت الجاي بدي جرب حط توم. شوفوها نزعنا ومسحنا. هي مشان ما تفكروا إنه التصوير كتير بيكون رايق وكتير بيكون وردي وما منوسخ، لأني صراحة بعد التصوير المطبخ بكون إعصار مضروب فيه إعصار، عنا ساعتين تنظيف بعد التصوير. فهالمرة حبيت ورجيكم الحياة الحقيقية كيف بتكون ورا الكاميرا، وإنه نحن مع كل خطوة بصير منوسخ وكذا ومننظف ومنرجع نطفي ومنكمل. المهم دخلتكم بأحاديث أكيد أنتوا ما بتهمكم. هذا الصوص هيك صار عنا جاهز، والمسخن صار كمان جاهز، طلعناه من الفرن. شوفوا معي لونه ما أحلاه، وكتير طيب، كتير 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 كتير، يعني خيالي طلع من كتر مطيب. في عالم على الوجه برجعوا بحطوا له شوية دبس رمان، على فكرة دبس الرمان ولو كان مو أصلي من الطريقة بس هو وين ما انوجد طيب، يعني أنا بحس دبس الرمان وين ما حطيتوه رح يطلع طيب. فطريقة أصلية ما أصلية أنا ما حطيت هون دبس رمان يعني، بس عم أحكي على اللي بيحط دبس رمان أكيد رح يطلع طيب، مستحيل دبس الرمان ينوجد بمكانه ما يكون طيب. وبس صار جاهز. وهون بقى بعد التسخين بعد الشوي كمان إذا زاد عندكم كمية وحبيتوا تحطوها بالفريزر كمان فيكم، بس أنا بفضل التفريز قبل الشوي لتبقى طعمة الخبز تازة. هي كانت الوصفة لليوم، إن شاء الله بتجربوها وبتعجبكم وبتدعوا لي.